ثلاث ممثلين اوفر ريتد في رمضان 2025. وبصراحه يا جماعه انا لما قعدت ادور على مين كان اوفر ريتد السنه دي ما لقيتش اكتر من مصطفى عماد. مصطفى عماد يا جدعان اوفر ريتد بشكل غير عادي. يعني الراجل ما شاء الله ممثل كويس او عنده قبول وبيعرف يرمي الافيه وبيعرف، يعني عارف انت، هو بيعرف يمثل كويس. بس هي المشكله في حاجه، هو عمل دور عادي، يعني كويس كويس عادي يعني. ليه الزيطه؟ انا مش عارف ليه كل الفنانين انت عظيم، انت مش عارف ايه، انت انا اصلا مش فاهم ايه المرض، يعني المرض اللي هو بيمثله ايه انا مش فاهمه. على عكس مثلا في حد قبل كده عمل برضه دور حد معاق يعني او من ذو الهمم، وكان جامد فشخ ومحدش اتكلم عليه كتير، الا هو مثلا واحد زي حمزه العيلي لما عمل مسكر. ده ليفل اعلى مليار مره مثلا. مصطفى عماد انا مش فاهم ايه المرض، مش فاهم ايه الاداء الواو اوف اح، يعني انا شفت الاداء ده 600 مره في المسارح الهوايه يعني عادي. وده جميل مش وحش، بس مش الافوره دي كلها. اما الممثل رقم اتنين بالنسبه لي هو حماده هلال. يا جدعان والله العظيم حماده هلال ممثل كويس، بس ومالوش اي علاقه بالماسونيه، ولا هو مش عارف موصوف له، ولا هو مش عارف ايه. لان انا بقى شفت شويه بوستات وتويتات حساني مثلا ان خلاص حماده هلال فعلا هيبنوا له مقام، فاهم انت؟ وان هو ممثل بقى ايه اللي هو عارف الدور ده ما يعرفش يعمله واكين فينيكس مثلا يعني. انت فاهم؟ اللي هو الدور عادي اصلا والمسلسل عادي، فاهم انت؟ وفي تجارب اساسا معفنه في المسلسل وفي تجارب حلوه في المسلسل، الموضوع عادي خالص. ليه الافوره وان حماده هلال هو اللي شايل المسلسل على كتافه؟ انا مش عارف. ده هو دايما اي حد اساسا كان بيعمل دور الشيطان هو اللي كانت الناس بتحبه، زي سميح الجلاد والناس دي. فانا مش عارف بصراحه ليه الناس مأفوره عليه. اما الممثل رقم ثلاثة اتمنى تكتبوا لي انت في الكومنتات ونتناقش فيه سوا وبس كده. سلام.